هاتي فرخة وشوية رز وتعالي نعمل أحلى أكلة. بصي يا ستي، كل الحكاية هتجيبي سمنة على زيت وتنزلي ببصلة مبشورة، ونبدأ ننزل بتشكيلة من البهارات، حبهان وكمان فلفل أسمر وشوية من الكزبرة الناشفة وكمان رشة من القرفة. ريحة البهارات هتطلع مع البصلة. هنبدأ ننزل بالفراخ، يعني نحمص البصلة كده شوية، وبعد كده ننزل بالفراخ. انا هنا الفرخه مقطعها ل8. هتبداي تقلبي كده الفرخه مع البصله وتاخد من ريحه البصل والبهارات، وبعد كده هننزل بالميه اللي بتغلي. ضروري ميه تكون بتغلي، مش ميه بارده. وهنبدأ نحط الليمون الأسود أو اللومي وكمان اللورة، وهنقطع فلفل أخضر بيدي ريحة حلوة قوي للفراخ لما بتتسلق وبيشيل أي زفارة. وكمان هحط طماطمية واحدة مقطعاها زي ما انت شايفة كده. وكمان هحط بقى جزر مبشور. سيب الفراخ لحد ما تدخل في السوا، يعني انا كده بسلق الفراخ. طبعا ظبطي الملح بقى بتاعك، وانا زودت هنا رشة من الفلفل الاسمر. وهسيب الفراخ لحد ما تدخل في السوا تماما. بعد كده ببدأ اطلعها من الشوربة، بحطها بقى في صينية ونشوف هنعمل ايه. الخطوة اللي جاية ان انا عندي هنا شوية رز بسمتي، بس كمية الشوربة دي هتبقى كتيرة على الرز البسمتي، فببدأ اخد شوية كده من الشوربة. لان الرز البسمتي يعني مثلا لو عاملة كوباية رز بسمتي بتحطي قصاده حوالي كوبايتين من المية علشان ما يطلعش معاكي ناشف. مختلف عن الرز المصري. الرز المصري بتحطي كوباية رز قصادها كوباية مية. الرز البسمتي لا، ضعفي كمية المية علشان يطلع معاكي طري. الرز ده لحد ما يدخل في السوا تماما، ولما يشرب المية بتاعته وطي عليه النار. هنا هاتي معلقة من الزبدة على معلقة من الصلصة وملح وفلفل أسمر، وهنبدأ ندهن الفراخ بالخلطة دي. خلي بقى الصينية دي تحت الشواية، هتطلع الفراخ كأنها مشوية بالظبط. معلقة من الزبدة ومعلقة من الكركم علشان أنا ما عنديش بودرة الزعفران. الطريقة ديت هتغنيكي عن بودرة الزعفران لو مش متوفرة عندك. هنا الرز معايا اتشرب واستوى. ببدأ أحط بقى البودرة بتاعت الزعفران أو الخلطة اللي أنا عاملاها، اللي عبارة عن الكركم ومعلقة الزبدة. هتديكي نفس اللون بتاع الزعفران، وكمان الطعم بيبقى حلو قوي عشان اضيفه زبده. ممكن تكتفي بلون الرز اللي احنا عملناه الاول وما تحطيش لا بودر الزعفران ولا كركم ولا حاجه. وبتبداي هنا بقى تحطي الفراخ بتاعتك بالشكل ده ورشه كده من البقدونس على الوش. الاكله دي بتتاكل مع صوص الدقوس، وطبعا هتلاقوها عندكم على الصفحه. لو وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو يا ريت تكتبوا لي اسم الاكله اللي انا عملتها النهارده ايه. بجد يا جماعه الاكله حلوه قوي، طعمها خطير وسهله وسريعه. بصوا طريقه الفراخ مختلفه عن السلق العادي اللي احنا بنسلقه. تشكيله البهارات عطتها طعم حلو قوي، اللحم مستوي بطريقه جميله، ولا الصوص اللي بيتاكل معاه خطير. تحياتي لاهل الخليج لان الاكله دي من الخليج.